كان عندي شويه كفته رز بصراحه حكايه، عملت منهم صينيه بطاطس احلى من الحكايه. اول حاجه عندي في البدايه هي معلقتين من زيت الذره وبصلايه متقطعه مكعبات واشوحها كويس جدا، وبعد كده انزل بمعلقه من الثوم اخليها تاخد تقليبه مع البصلايه، وبعد كده انزل بتلات حبايات بطاطس متقطعين مكعبات اقلبها تاخد تقليبه حلوه، ووراها على طول انزل بنص قرن فلفل حامي، ورقتين لورا، اربع حبات حبان، معلقه كزبره، معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود، وكمان بقى معلقه من اللي او الدهنه متسيحه، ونص ربط الكزبره اخد على مرحلتين او مرتين، اقلب ده كله كويس جدا، وبعد كده انزل بحبتين من الطماطم اخدهم برضو على مرحلتين، وبعد كده جبت عندي كفته الرز اللي قلت عندي مستويه عندي جاهزه، اقلب ده كله كويس تاخد تقليبه حلوه، انزل بكوبايتين من صوص الطماطم متسبكين عندي تاخد غلوه، انزل بقيه الطماطم والكزبره، ادوق الطعم، طعم حلو كويس جدا، وبعد كده ادخل الفرن، وبعد كده اطلعها. بصراحه كان طعمها حكايه. اوريكم تفاصيل كفته الرز في الفيديو جاي ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.